السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا بكل احبابي اللي مشرفيني بالقناة. تعالوا بقى النهاردة نعمل حاجة حلوة قوي، وهي التارت الحلو. طبعا داخل علينا العيد، ومحتارة تبقي تعملي إيه ضيافة تقدميها لضيوفك لولادك. النهاردة هنعمل حاجة حلوة قوي قوي قوي، تنفع ضيافة وتنفع في اي وقت ضيافة، تنفع في اعياد ميلاد. بصي، هو تارت حلو حلو بزيادة. هنعمل منه تارت الكبير بالمربى، وهنعمل منه الميني الصغير، هنحشي بحشوات مختلفة، وهنزين بتزيين مختلف. واللي يعجبك اعملي بيه، احنا بندي فكرة بس، وانتي اللي يعجبك تعملي بيه. يلا بينا نسمي الله ونشوف احنا عملنا ايه الجمال ده ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجة معايا هنا نص كيلو من الدقيق، وربع كيلو من السمنة، بما يعادل 4 كوبايات من الدقيق، حوالي كوباية وشوية من السمنة. هنعملهم ايه بقى؟ يعني 500 جرام من الدقيق، 250 جرام من السمنة، عليهم 125 جرام من السكر. يعني نص كيلو دقيق عليه ربع كيلو سمنة عليه 8 كيلو سكر. خلي المقادير دي في دماغك كده، ما تغيرهاش، مقادير مظبوطة على الشعرة. نزلت بالدقيق بتاعي، عليه رشة ملح خفيفة قوي، عليه السمنة. قعدت بقى افركه على ايدي كده لحد ما بقى عامل زي الرمل المبلول، زي ما انتوا شايفين كده، ما بين صوابعي وافركه. بعدين بعد ما دي تشرب السمنه كلها، بصوا، سمنه على زبده، انا مستخدمه سمنه على زبده. انت ممكن تستخدمي زبده بس وسمنه بس، لكن السمنه على الزبده ميكس حلو قوي، والزبده لوحدها بتبقى احلى كمان. نزلت بقى ببيضتين، عليهم نص معلقه فانيليا، وهكمل عجن، ولكن انا مش بعجن بصوابعي بلم العجينه بس. وحطيت الكوبايه الا ربع من السكر، اللي هي 125 جرام، اللي هي 8 كيلو. سكر بودرة، عندي كيس سكر بودرة. اطحني السكر في المطحنة بتاعتك بتاعة التوابل، اغسليها كويس وطحنيه فيها. لازم السكر البودرة عشان انتي هنا بتعملي على ايديكي، فلازم يكون سكر بودرة. عجنته كله كويس بصوابعي، لميتها كلها. طبعا العجينة بتبقى مفتحة كده وناعمة وزي الفل. هتحطيها في التلاجة اقل حاجة ساعة. بصراحة انا استعجلت عليها، سبتها حوالي نص ساعة بس، وكانت سايحة في ايدي. سيبيها اقل حاجة في التلاجة ساعة عشان تعرفي تشتغلي بيها كويس. طلعتها، حطيتها في التلاجة نص ساعة وطلعتها. هحطها بقى ما بين كيس نايلون كده، علشان اعرف افردها واشيلها واتحكم فيها كويس. انتي لو حطاها مده طويله في التلاجة، مش هتحتاجي تحطي عليها اكياس ولا تحطيها في اكياس ولا حاجه، هتفرديها وهتتفرد معاكي، تعرفي تشيليها وتحطيها بسهوله. معايا هنا الصينيه بتاعتي. لو عندك الصواني اللي هي بتاعه الطرت الكبيره دي تمام، انا ما عنديش، فهعمل في الصينيه المدوره دي عادي. دي مقاس 22. فردت بقى العجينه ما بين الاكياس، وبشيلها بالكيس واحطها على الصينيه واظبط بقى. لازم الحروف بتاعه الطرت كلها، يعني الحروف بتاعه الصينيه، تبقى كلها متغطيه بالعجينه. هو الطرت كده، الحروف دي بتبقى مقرمشه وبتبقى طعمها حكايه. هظبط الاطراف كلها زي ما انتي شايفه كده، واظبط الارضيه بتخليها السمك بتاعها يعني سمك نص سنتي، لان هي لسه بترتفع شويه، واحنا مش عايزينها ترتفع جدا، لان هي بتبقى مقرمشه. علشان تبقى مقرمشه معاكي وحلوه، هي كده كده بتبقى ناعمه وبتقرمش، ولكن ما تخليهاش برضو السميكه قوي، خليها حوالي نص سنتي بس. بعدين هسوي الاطراف بالسكينه كده، اشيل كل الزيادات واظبط كله واخرمها كلها. لازم الارضيه كلها تتخرم، علشان العجينه فيها بيض، ولما بتخش الفرن بترتفع شويه، فتخرميها كويس. انا هحشي الطرت الكبير بالمربى، اي نوع مربى انت عايزاه. انا كان عندي مربى تين، فهحشيه بيها زي البستفلورة كده، ولكن ده طرت، هو بيختلف في حاجات بسيطه يعني. احشي بقى الحشو اللي انت عايزاه، عايزه مربى فراوله، مربى مش اللي انت عايزاه احشي بيه، اللي متوفر عندك احشي بيه. ممكن تحشيه كاستر، تعملي الكاستر المطبوخ في البيت وتحشيه بيه، بينحشي اي حاجه. هسيبه بقى على جنب دلوقتي، علشان انا هاخد حته عجينه احطها في الفريزر تتجمد شويه عشان اعرف ابشرها على الوش. تمام. هنا بقى النص التاني من العجينه انا كنت حطاه في التلاجة، هطلعه اعمله. وعندي القوالب بتاعه الطرت اللي هي الصغيره، اللي هي على قد فرد واحد دي، عندي انا منهم 4. فهفرد العجينه بسمك 1 سنتي كده، اللي بتاعه القوالب الصغيره. هقيس على العجينه المقاس بتاع القالب، هقلبه على وشه كده واقيس واتك عليه واقطع على مقاسه، وبعدين هاخدها
وفرتها فيه بتبقى على قد المقاس بالظبط، ولازم تبططيها كويس قوي بصوابعك كده وتدخليها في كل الاجناب بتاعته عشان يطلع مظبوط. اهو زي ما انتوا شايفين كده قفلته كله ظبطته على الجناب كلها، هو بيطلع مظبوط بالظبط. عندي بقى انا ايه الطرت الكبير، هحط اي حاجه في النص كده عشان انا عايزه اعمل فيها شكل بس. حته العجينه اللي انا كنت حاطاها في الفريزر جمدت معايا شويه عشان اعرف ابشرها. بصي بالمبشره بتاعتك كده ايه وبشريها، فبتعمل معاكي شكل حلو قوي. ممكن لو مش عايزه الحركه دي مش مشكله، بتعملي اي شكل تاني. ممكن تعملي مثلا تفردي العجينه وتعمليها تقطعيها خطوط كده وتعمليها بشكل مربعات. هشيل بقى ده واظبط الدنيا كده، ومن النص هنا هعمل اشكال ايه قلوب كده. حته العجينه اللي كانت فاضله معايا عملت بالقطعات اللي هي الزغنطوطه خالص دي، عملت الشكل القلبي بيها كده، وهزين بيه ايه الطرت من النص. اي شكل زي ما قلت لك، ولكن هو كشكل جمالي بس، بتدي شكل الصينيه حلو قوي. اهو زي ما انتوا شايفين كده هرصها بقى كلها، وفي النص عملت نجمه صغنطوطه كده. بس شكله جميل يتاكل زي ما هو كده. طبعا انا الفرن بتاعي مسبق التسخين، بتولعيه على درجه حراره 180 او على درجه حراره وسط من تحت وهاديه من فوق. بياخد معاكي من حوالي من 25 دقيقه لنص ساعه كده. اول ما تلاقي اللون احمر من تحت ومن فوق طلعيه، وهو بيطلع ما تقطعوش وهو ناشف عشان بيبقى لسه، وهو لسه سخن عشان بيبقى لسه ايه طري شويه. لا استني اما ينشف ويبرد خالص هتلاقيه ناشف معاكي وبقى زي الفل. القوالب الصغيره بقى اهي احشيها بقى زي ما انت عايزه. انا حشيت هنا كريم شانتيه على باستري، كنت ضرباهم مع بعض. يعني هحشي 3 بالكريم شانتيه و3 بجناش الشوكولاته او صوص شوكولاته او نوتيلا، خففيها واحشي بيها اللي انت عايزاه. زي ما قلت لكم ممكن كاستر، ممكن فواكه بس اللي انت عايزاه. هحط على الكريمه دي بقى صوص كراميل كان عندي كده، هحط منه شويه وبس. يعني بصي زي ما قلت لك اعملي اللي انت عايزاه. من فوق هحط شويه هرمسيل كده على اللي هي بالشوكولاته. عايزه اقول لك ان التارت ده طعمه بيدوب في بقك، بتحطيه كده بيدوب لوحده في بقك. طعمه حكايه. هيبقى حلو قوي قوي لضيافه العيد، لو انت عايزه تعملي حاجه سهله وسريعه كده، مش عايزه تعملي جاتوهات ولا حاجات من دي. حلوه قوي معاكي، وحاجه تشرف والله، حاجه تشرف قدام ضيوفك. هنقطع بقى الطرت الكبير. بصوا الجمال. مش سميك، الطبقه بتاعته رقيقه خالص، وعايزه اقولك مقرمش ودايب وتحفه. وبألف هنا على قلب اللي يجرب، ان شاء الله اللي يجربه هيدعيلي على الطريقه الحلوه دي. وعايزه اقولك ان هو اساسا حكايه من غير حاجه، طعمه جميل قوي، وهينفعك في اي وقت كده عايزه تعملي فيه اي حاجه حلوه، هيبقى زي الفل.